في ليلة ساكنة، كانت قرية طينية صغيرة تنام، وتحت ساقية مهجورة كان سر ينتظر من يوقظه، ليس بالمعول بل بالرحمة. حسان فلاح فقير يقطع الطريق كل يوم وهو يحسب الدين قبل أن يحسب خطواته. وعند طرف الساقية ظهر كلب ضال، عظامه تخبرك أنه جرب قسوة الدنيا، لكن عينيه كانتا تطلبان شيئا آخر. لم يصرخ حسان ولم يطرده، بل سكب له ماء باردا وهو لا يملك إلا القليل. وفجأة بدل أن يهرب بدأ الكلب يشير بقلق، ثم جرى نحو الساقية. فهل كنت ستتبعه أم ستقول ليست مشكلتي؟ الساقية كانت مهجورة منذ سنين، رحة صدئة وحجارة أكلها الغبار، كأن المكان يخفي شيئا ويخجل أن يبوح. اقترب الكلب وراح يحفر عند حجر الرحى، يحفر بعناد كأنه يعرف تماما أين يقف. تردد حسان لحظة ثم رفع حجرا ثقيلا، وإذا بالتراب من تحته يلمع لمعان لا يشبه الماء. كان خاتما نحاسيا قديما عليه خدوش الزمن، لكنه ثابت كأنه لم ينس صاحبه. وعلى حافته اسم محفور بحروف باهتة، اسم لا يسمعه أحد اليوم، لكنه كان يوما سبب خوف في القرية. هنا بدأ الصراع. هل يبيعه حسان ليسد دينه، أم يبحث عن صاحبه ولو فتح على نفسه أبوابا لا تغلق؟ ذهب إلى مريم بنت الأرملة، كانت تحفظ حكايات الكبار وتعرف أن بعض الأشياء ليست للبيع. ما إن رأت الخاتم حتى شحب وجهها همست: هذا كان لأبي قبل أن يختفي. وتذكرت ليلة قديمة، رجال يسوقون أباها بعيدا قرب الساقية، ثم صمت طويل وكأن الأرض ابتلعته. وفي القرية كان الشيخ ناصر يحسن الكلام أمام الناس، لكن اسمه كان يطفو كلما ذكرت تلك الليلة. قالت مريم: إن سكتنا سيموت الحق مرة أخرى. وحمل حسان الخاتم وقرر أن يذهب إلى مجلس القرية. حين دخل المجلس التفتت العيون، وكأن الجميع يخشى سؤالا واحدا: لماذا عاد الماضي الآن؟ وضع الخاتم على الطاولة، وساد صمت أثقل من الحجر الذي رفعه قبل ساعة. نظر الشيخ ناصر إلى الخاتم، فارتبكت عيناه وتغير صوته، وظهر على جبينه عرق لم تسببه حرارة الشمس. تلعثم ثم قال كلاما كثيرا بلا معنى، لكن القرية فهمت ما لم يقله، أن الخاتم شاهد وأن الشاهد لا يكذب. وبين فوضى الكلام خرجت وثيقة قديمة كانت مخفية، واعترف بعض الرجال بما حدث، وعاد مال كان مسروقا إلى بيت الأرملة. قالوا لحسان: خذ نصيبك، لكنه هز رأسه: أنا سقيت كائنا عطشانا، لم أساوم على الحق. أصرت مريم أن يأخذ جزءا يكفيه، لا مكافأة على فضيحة، بل مكافأة على شجاعة. عاد حسان إلى الساقية، فوجد الكلب برق ينتظره، هادئا كأنه أنهى مهمة قديمة. وفي صباح جديد بدأ حسان يصلح الساقية، وقال في نفسه: أحيانا كنزك ليس ذهبا، بل باب يفتح رزقا وحقا معا.